انا دكتور احمد فتحي، ستيم سكول جراجويت و4 سنين خبره في التدريس لطلبه الميديكال فيلد عموما. من خبرتك في المجال الطبي، ايه اكبر مشكله بتواجه الطلبه اللي داخلين الميديكال فيلد في السنه الاولى دي؟ اكبر مشكله بتواجه اي حد هي اول شهور في الطب، لانه بيكون داخل جاي غالبا من مدرسه عربي، وفجاه المحاضره بتدخل مباشره، الدكتور بيبدا يشرح على طول بالمصطلحات الميديكال وهو مش فاهم اي حاجه، فغالبا بيمس اول كذا شهر في الدراسه، وده بينعكس عليه في النهايه ان هو على ما بيجي يلحق نفسه بيكون خلاص الترم راح. هل معنى ده ان الموضوع مقتصر على طلبه الطب بس؟ لا، اي حد اصلا بره ميديكال وبيحاول يدخل المجال الطبي هو كده بيواجه المشكله دي. على سبيل المثال الناس اللي كانت في علوم وحابه تشتغل في مجال التحاليل، الناس اللي كانت في تربيه رياضيه وحابب يشتغل في النيوتريشن او في الكوتشنج عموما، كده هيواجه المشكله دي، لان كل حاجه دوكيومنتد وكل حاجه محتواها كويس غالبا بتلاقيها ان انجلش. طيب تاني حاجه، الناس اللي خلص الهاي سكول وخلاص انتندنج ان هو يدخل طب باذن الله. الحاجه الثالثه، الناس اللي لسه في المرحله الثانويه، بتكلم عن المدارس الانترناشونال وعنده مشكله سواء مع البيولوجي او مع الانجليش، ان البيولوجي بالنسبه له حاجه ممله، وان الانجليش بالنسبه له حاجه سوليد بياخدها في صوره جرامر وليسننج وريدنج. لا، انا عايز اعمل له الميكس ده بحيث ان هو ياخد الموضوع بشكل مسلي وفي نفس الوقت يستفيد. هل الكورس هيكون مقتصر بس على شويه كلمات وخلاص؟ لا، خلينا نقول الاول ان في حاجه في الطب اسمها ترمينولوجي. الترمينولوجي دي هي المصطلحات اللي انا بستخدمها عشان اعبر عن اي حاجه في الطب، زي الامراض، زي طريقه شغل اي حاجه، زي الادويه. تاني حاجه هتاخد حاجه اسمها البريفكس والسفكس، اللي هي الحاجات اللي بتضاف في بدايه الكلمه، كلمات في الغالب لاتينيه وبتستخدم ان انجلش دلوقتي عشان افهمك دي معناها ايه، والسفكس الحاجات اللي بتضاف في اخر كلمه عشان تفهمك معناها ايه. بس كل ده انت ممكن تاخده من مصادر كتير. ايه الجديد عندي؟ الجديد عندي ان انا عملت لك ميكس ما بين الانجليش، وده هتستفيده من الكورس، والسكيلز بين الميديسن والسكيلز بتاعت الانجليش. يعني انت هتحسن الليسننج والريدنج والرايتنج والسبيكنج في حين ما انت اصلا بتتعلم المعلومات الاساسيه الخاصه بالطب. وكمان هظبط عندك حته كويسه ان انا هصلح عندك كونسبت كتير عند الناس فيها مشكله بساينتفك بيس قويه بناء على المعلومات الطبيه، فهتاخد المحتوى بتاعك بشكل منظم وسهل وفي نفس الوقت مسلي. طيب انا حاسس ان الموضوع كده كبير، الموضوع ده كله هياخد وقت قد ايه عشان يخلص؟ بص، هو احنا كنا حريصين ان احنا نقدم لك محتوى قوي وفي نفس الوقت بشكل مبسط بحيث انك تقدر تاخده بس في 12 محاضره، 3 محاضرات بس في الاسبوع، يعني شهر واحد بس بتكون اخدت كل المحتوى ده. هندرس البادي سيستمز عموما السته، كل سيستم هناخده على محاضرتين، وفي كل محاضره هيكون فيها تحسين للسكيلز بتاعتك، مره هيكون مركزين على الليسننج والريدنج، ومره ثانيه مركزين على الرايتنج والسبيكنج.